السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع قصة جديدة. لو كنت سايق لوحدك في طريق فاضي وشفت شخص واقف يطلب توصيلة، هل هتقف؟ القصة اللي هتسمعوها النهاردة من أكتر قصص الرعب اللي بيتداولها السواقين، وفي ناس كتير بتقسم إنها حصلت بالفعل. الحقيقة الكاملة محدش يعرفها، لكن كل اللي حصل في الليلة دي خلى ناس كتير ترفض تعدي من الطريق ده بعد نص الليل. اطفي النور وعلي الصوت واستعد القصة، يمكن تخليك تفكر مرتين قبل ما تقف لأي حد في طريق مهجور. يلا بينا نبتدي. عنوان قصتنا النهاردة الطريق اللي محدش بيرجع منه. كان في سواق ميكروباص اسمه عم سيد، شغال على طريق صحراوي بين محافظتين في مصر. الراجل معروف عنه انه عمره ما خاف من حاجة، وكان دايما يقول الجن لو قابلني هديله الأجرة وانزله في أول موقف. في ليلة شتوية حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، كان راجع فاضي بعد ما وصل آخر راكب. الطريق كان هادي بشكل غريب، لا عربيات ولا نور ولا حتى كلاب بتنبح حتى. وفجأة شاف ست كبيرة لابسة جلابية سودة واقفة لوحدها على جنب في الطريق. استغرب لكنه وقف. ركبت من غير ما تتكلم. قال لها راحة فين يا حاجة؟ ما ردتش. فضل سايق وهو حاسس ان الجو جوه العربية بقى ساقع جدا. بص في المراية ملقاش حد. لف بسرعة على الكرسي اللي وراه، لقاها قاعدة مكانها. افتكر انه اتوهم. بعد دقيقة سمع صوتها لأول مرة. قالت بصوت واطي جدا ما تبصش في المراية تاني. اتجمد في مكانه، قلبه بقى بيدق بعنف. كمل سواقة من غير ما ينطق. بعد شوية قالت واقف قدامك. رفع عينه للطريق ملقاش اي حد، لكن لما قرب شاف راجل واقف في نص الطريق داس فرامل بكل قوته. العربية وقفت قبل الراجل بسنتيمترات، لكن الراجل اختفى. بص وراه، الكرسي فاضي. الست كمان اختفت. افتكر ان الموضوع خلص. وصل اول محطة بنزين ونزل يشرب مية. حكى للعامل اللي هناك. العامل وشه اصفر وقال انت وقفت عند الكيلو 47 صح؟ قال ايوه. رد عليه من 20 سنة عربية اتقلبت هناك، ماتت فيها ست عجوزة وابنها، ومن يومها السواقين بيقولوا انهم بيشوفوهم بالليل. عم سيد ضحك وقال اكيد اشاعات. ركب عربيته ومشي. بعد حوالي 10 كيلو الراديو اشتغل لوحده من غير اي محطة، وصوت ست بيقول لسه ما وصلناش. بص على الكرسي اللي وراه، والأول مرة شاف الست قاعدة ووراها الراجل اللي كان واقف في الطريق. الاتنين كانوا بيبصوله من غير ما يرمشوا. ساعتها صرخ عم سيد وفقد السيطرة على العربية. في الصبح لقوا الميكروباص واقف على جنب الطريق، الموتور مطفي والنور شغال وباب السواق مفتوح، لكن للأسف عم سيد اختفى تماما، ولا حد عرف راح فين. الغريب ان اي سواق يعدي من الكيلو 47 بعد الساعة 2 صباحا احيانا بيسمع صوت ست بتقول وقف لو سمحت. ولو وقف في ناس بتقول انه بيرجع، وفي ناس تانية بتقول انه بيختفي للأبد زي عم سيد. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.